مستر بيست يستأجر الأهرامات، تقريبا أهم خبر منتشر في العالم وخاصة في مصر عندنا دلوقتي، ولكن طبعا اتفهم بصورة غلط. بالنسبة للأجانب إن هو يقول لهم إن هو استأجر الأهرامات، فبسبب إن مستر بيست أصلا المحتوى بتاعه قايم إن هو بيصور فيديوهات غريبة أو بيعمل تحديات غريبة، من ضمنها مثلا إن هو يقضي 7 أيام في كهف، أو 7 أيام يقضيهم على جزيرة، أو 7 أيام يقضيهم في مدينة مجهولة معزولة، وهكذا. فالخبر لما قالوا كان بيقول لي للأجانب والناس اللي هم غير مصريين: يا جماعة الفيديو الجاي هيبقى مغامرة في الأهرامات. فقالوا ان هو اجر الاهرامات، لانه طبعا مش هيقول لهم انا استخرجت التصاريح اللازمه وعملت كذا وخدت الموافقه من هنا وهنا والكلام ده، لان ده لا يعنيهم في شيء، ولكن اللي قاله لهم دايركت ان انا اجرت الاهرامات. ولكن بالنسبه لنا التصريح اتفهم غلط. الاهرامات ما بتتاجرش، الاهرامات ما ينفعش تتاجر، زي ما كل الهيئات اللي عندنا اعلنت، وعلى راسهم الدكتور زاهي حواس، ان هو مجرد بس اخذ التصاريح اللازمه للتصوير جنب الاهرامات. هو الفيديو الجاي هيكون عباره عن فيديو يعني جنب الاهرامات او في مود الاهرامات، وطبعا الفيديو ده ما فيهوش اي مشكله اطلاقا، بالعكس الفيديو ده من وجهه نظري هيكون من اهم الفيديوهات الدعائيه لمصر في العصر الحديث. مش هبالغ لو قلت ان هو من اهم الفيديوهات السياحيه في تاريخ مصر. طيب الشرح ليه؟ مستر بيست ده لو محدش عارفه فهو اشهر يوتيوبر في العالم، من اشهر الناس في الكره الارضيه. عنده في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده 337 مليون سبسكرايبر على اليوتيوب. وللعلم اصعب مشترك او اصعب واحد يعمل لك فولو او سبسكرايب هو اليوتيوب. سهل تجيب المتابع على الفيسبوك او تيك توك او انستجرام او تويتر او اي حته، اصعب فولو بيكون على اليوتيوب. فمستر بيست ده عنده 337 مليون سبسكرايبر، وباكد تاني في الوقت اللي انا عامل فيه الفيديو ده، يعني ممكن وانت بتشوفهم هتلاقيهم زادوا 5 10 مليون اصلا. متوسط المشاهدات عنده تقريبا 150 مليون مشاهده في الفيديو الواحد. فانت متخيل لما يعمل فيديو في اطار الاهرامات عجيبه من عجائب الدنيا السبعه، متخيل الفيديو ده هيجيب فيوز عامله ايه؟ انا بقول لك لو جاب الافريج بس فده كويس جدا، ولكن انا متاكد ان الفيديو ده هيكون من اعلى الفيديوهات على الشانل عنده، وممكن يكسر 500 مليون مشاهده. متخيل السياحه والسياح اللي هيجوا عن طريق الفيديو ده؟ احنا لو قلنا يعني اقل رقم مثلا 1% مثلا ممكن يجوا يزوروا مصر والاهرامات بسبب الفيديو ده، 1% بس، اللي هو 1.5 مليون شخص، 1% بس. في النهايه اتمنى فيديو مستر بيست اللي هينزل ده يظهر صوره حلوه عننا وعن مصر وعن الاهرامات، وعلى الجانب الاخر ان الحكومه عندنا او الهيئات المختصه يوفروا له كل السبل المتاحه وكل التسهيلات لغرض ان الفيديو ده يظهر بصوره مشرفه. وشكرا.